السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديليس انس في فيديو جديد ووصفة جديدة. نقول لكم صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير. دخلوا عليكم ان شاء الله بالصحة والهنا. اليوم جيت ندير لكم وصفة اقتصادية وسهلة وفي نفس الوقت بزاف بنينة. وصفة هي تجيب السلق. نروحوا هنا مباشرة المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا كمية تاع السلق، هنا ديروا كمية اللي بغيتو، كل واحد على حساب افراد العائلة تاعه. عندي كمية تاع السلق فورته، وعندي هنا بطاطا، حبه بطاطا كبيره مغليه تاني غليتها وربيتها كيما هكا هرستها. عندي هنا كميه تاع البولي اشي. عندي كميه تاع الفرماج، ما نكثروش الفرماج بزاف باسكو كيما نعرفوا باللي السلق يجي ديجا هو مالح. عندي هنا حبه تاع البيض، غادي نحط كلشي مع بعض كيما هكا. عندي هنا دي زيبيس، عندي سكنجبير، فلفل اسود، شويه راس الحانوت، شويه كمون، شويه تاع كركم وشويه تاع الملح. كما قلت لكم ما تكثروش الملح باسكو السلق ديجا مالح، ورانا دايرين تاني الفرماج، على هذه ما نكثروش الملح. هنا نضيف عليهم زوج مغارف حتى 3 مغارف كبار تاع لا شابلور خبز مبشور. هنا علاش نديروا الخبز المبشور؟ باش يمتصلنا كاع هذاك الماء تاع السلق. وهنا ملاحظه، السلق كي تديروه كي طيبوه وتكملوا مرسوه شويه هكا في الكسكاس، خرجوا منه شويه هذاك الماء اللي يكون فيه، باش ما يخاطش كي نديرو كي هنايا يطلق كاع هذاك الماء تاعه كيما هكا. هنا قلت لكم الدور تاع الخبز المبشور غادي يشرب لنا كاع هذوك السوائل تاع السلق. هنا نبدا نشكل فيهم كرات، يكونوا كيما هكا صغار، ماشي كبار بزاف وماشي صغار يعني يكونوا حجم تاعهم متوسط كيما هكا. وندخلوهم يريحوا في الثلاجه نص ساعه. كيما تنجموا ديروهم يعني تمتم، ماشي شرط ديريها تبرد، خاطرش راه فيها البيض وراه فيها لا شابلور، تما ما غاديش تنحل لكم. شكلوها كيما هكا. انا نكمل نشكلها كاع ونروحوا للمرحله الثانيه. نجيب هنايا عندي الفارينه، من بعد البيض ومن بعد لا شابلور. هنايا كاين حاجه ما قلتها لكمش، في بلاصه الكفته تنجموا تعوضوها بالصدر تاع الدجاج، كيما تنجموا ما ديروهاش كاع، بصح صدقوني تجي بزاف بنينه كيما هكا. نعاود هنا ديروا لاكون ولا طفو يساعدوكم بزاف كيما هكا، يساعدوا بزاف في الخدمه. كيما هكا لا شابلور، ونسقموا الحبه تاعنا مليح، من بعد نبداو نقلو فيها هاهما كيما هكا. نحضروا لاصوص اللي غادي نرافقوا بها هاد الكرات تاع السلق. هنايا حطيت رابيت الثوم كيما هكا، زدت معاه شويه تاع الزيت. عندي هنايا لاصوص انا ديجا كنت خادمتها قبل كاع في الفطار، طوماطيس نورمال، ربيتها طحنتها ودسيتها. شوفوا هذه كي تحقوها كي تخدموها كيما هكا في الفطر، والله غيجي رمضان تحقوها ما تتعبيش كاع روحك تقعدي ترابي. درت هنا كونتيتي كيما هكا مليحه، غادي نحطها فوق النار ونبدا نزيد عليها باقي المقادير. نحط ملعقه، نص ملعقه ماشي ملعقه كبيره بزاف تاع طوماط كونسونطري كيما هكا. نحطو ثاني التوابل اللي حطيناهم، نعاود نحطهم هنايا من غير راس الحانوت اللي ما نديرهش. كركم، شويه سكنجبير، شويه فلفل اسود، ماشي بزاف، الورقه تاع الرند ما تنساوهاش، وعندي شويه تاع الكمون. عندي هنايا الملح، كتروش بزاف غير باش ما تجيناش لاصوص صامطه. وعندي هنا شويه تاع السكر باش لاصوص تاعنا ما تجيش حامضه بزاف. نخلطوا هكا كلشي مع بعض ونخلوها حتى طيب. دوك نزيد لها شويه ماء حتى كي يتقلى لنا هذاك الثوم تاعنا مليح.
هنا الثوم علاش ما قليتهش وحده؟ باسكو كما تعرفوا الثوم بالخف ينحرق، على هذه حطيت معاه الطوماطيس باش ما ينحرقليش ويقعد محافظ على اللوغو تاعه. هنايا ضفت لها شويه ما باش ما تجيناش لاصوص خاطره بزاف، باش من بعد كي نقيسوا فيها هذوك الكرات تاع السلق ما تجيش كيما نقولوا ناشفه بزاف. هنا شوفوا كي طابت الريحه راهي تشهي ما نقولكمش. هنا كيما شفتوا راني قليتهم هذوك الكرات، بعد ما قليتهم جبتهم هنايا وحطيتهم في الطاجين، شعلت عليهم نقصوا للطاجين ابتيفو وخلوهم. هنايا درت فوقهم فرماج رابي، هذه اختياريه تبغي ديريه تبغيه ما ديريهش. وهنا تعمدت نديره في الطاجين تاع الطين يعطيها بنه بزاف شابه. انا شوفوا بعد اللي كملت انا حطيتها مع السلطه، بون حطيتها بزاف مع الطابله. ما نصوروش كل شيء طابله كما راكم عارفين، خوتنا في فلسطين ان شاء الله ربي في غزه ربي ينصرهم ان شاء الله. والله رانا متضامنين معاهم، الواحد راه ياكل كي يشوف لي فيديو هكا والله غير القنطه راهي تحكمه. الله غالب، الدنيا هذه هي والحياه كي نقول لك لازم تستمر. وريت لكم غير الوصفه هكا، جرسيت نوريكم غير الوصفه. شوفوا كي جات بزاف بزاف بنينه واقتصاديه كما قلت لكم. ومام اللي ما يبغوش يسلقوا ولادهم ولا غادي بهذه الطريقه غادي ياكلوها. ان شاء الله نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها وتنجحوا فيها. ما بقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر